عملت عملية تجميل ورفعت حواجبي وشلت اللغد خالص. اول حاجة كده قبل ما استعد لعملية التجميل شلت كل شعر حواجبي الزيادة وطيرت كده من الطرف علشان لما اجي اعمل عملية التجميل تبقى حواجبي مشدودة وما يبقاش في شعر يعيق العملية. شلت كل حواجبي كده من قدام بالشفرات، انا دايما زي ما انتوا عارفين انا اصلا بحب اشيل حواجبي بالشفرات. وبعدين كده جبت دي يا بنات، دي لاصقات لشد الوجه واللغد بديل العمليات التجميل. اللاصقات دي من شركة اسمها ريفارما، والشركة دي منتجاتها كلها فرنسية يا بنات، بس عايزة اقول لكم الشركة بجد حاجاتها تحفة. بصوا اللاصقات دي انا اول مرة في حياتي اشوف براند بيعمل اللاصقات لشد الحاجب والقورة واللغد، دي جديدة. وعايزة اقول لكم بقى اللزق مش بيتشيل، يعني مهما تشد فيه هو مش بيتشيل. بصوا انا هنا كده شديته نص نص، انا عايزه اوريكم الفرق. يعني هنا كده انا شديت حواجبي نص نص، ما شدتهاش قوي. بصوا شكلها عامل ازاي، مرفوعه ولا كانك عملتي عمليه تجميل. بصوا بقى هنا انا شلت اللزق من مكانه ونزلته تحت شويه كده، انا رفعت الحاجب اللي على الشمال قوي. انا عايزه اوريكم الفرق بين الحاجب اللي على الشمال والحاجب اللي على اليمين. بصوا شكل الباكج اصلا يا بنات، شكل الباكج تحفه. الناس اللي نفسها ترفع حواجبها او تعمل عمليات تجميل زي حالاتي، ليه تروحي تعملي عمليات تجميل لما في لاصقات للوجه تحفه وفي كمان مشد. بصوا ده بقى مشد، مشد يا بنات اللي انتوا هتشوفوه ده مشد، بس ده مشد بيشد الحاجب جامد قوي لان هو ناحيتين. بصوا لو خدتوا بالكم هو في زي ناحيتين كده، انت برضو بترفعي شعرك، بتقسمي شعرك نصين وبتروحي مركبه الكليبسه من اليمين والكليبسه من الشمال. هو ناحيتين كده يا بنات، انت بايدك تقرطي زي ما انت عايزه تشدي حواجبك قوي، بتقرطي المشد زي ما انت عايزه تخليها متوسطه بتسيبيها متوسطه زي ما انا عامله كده. المهم ان انت بتقسمي شعرك كده. عايزه اقول لكم يا بنات مش بتجيب صداع ولا بتوجع الدماغ ولا اي حاجه. شكل الباكج بتاعتهم تحفه، يعني انت حتى لو فكرتي تديها لحد او انت ميك اب ارتست والكلام ده، شكل الباكج رهيبه. بصوا دي ناحيه واحده، في الناحيتين وفي ناحيه واحده. بصوا دي اللي هي يعني قطعه واحده، تحسوا ان هي فيها زي ناحيه واحده كده. بصوا بتخلي شكل الحاجب تحفه، بتغير شكل الحاجب 180 درجه. هرجع تاني للاصقات. بصوا اللاصقات ما باظتش بالرغم ان انا شلتها. اهم حاجه تبقي منضفه تحتها كويس قوي، تبقي منضفه قورتك ومسحاها كويس قوي عشان تلزق وتشد جامد. بصوا يا بنات انا كده رفعت الحاجب الشمال، عايزه اوريكم بس الفرق بين الحاجب الشمال والحاجب اليمين. كده انا رفعته وسرحته بالواكس وهبتدي ارسمه علشان شكله يبان، عشان انتوا تشوفوا هو الحاجب اترفع ازاي. الحاجب بالقوره اترفعت يا بنات، يعني احلى من عمليات التجميل. يعني انا ايه اللي هيخليني اعمل عمليات تجميل لما في براند زي ريفارما، ده براند بديل لعمليات التجميل، بيخليني اعمل كل عمليات التجميل وانا قاعده في البيت. بصوا الجمال. طب انا عايزه بقى اوريكم مشد اللغد للناس طبعا اللي بتعاني من لغد شديد. انا لميت شعري كده وهجيب برضو اللاصقات بتاعت الشد دي تنفع لللغد وتنفع للقورة. بصوا يا بنات، وبتبتدي تشدي اللغد لورا. يعني لو انت عندك لغد قدام كده او عندك الحته اللي قدام دي مكرمشه، بتبتدي تشديه لورا. السودا للحواجب والقوره، واللون اللي هو مدي على بيج ده لللغد. بصوا يا بنات تحسوا ان انا عملت نحت. عايزه اقول لكم الشركه دي تحفه، هحط لكم ارقام تليفوناتهم تحت، حاجات